بسم الله الرحمن الرحيم. في حكايات كتير بنسمعها ونعدي، وحكايات تانية بتفضل جوانا حتى بعد ما الحكاية تخلص. هنا في حكايات أم العيال، مش بنحكي عن أبطال خارقين ولا عن ناس مثاليين، بنحكي عن بشر زينا، بيغلطوا وبيتعبوا وبيكملوا. حكايتنا النهاردة يمكن تشبه حد نعرفه، ويمكن تشبهنا أكتر ما نتخيل. اسمعوا الحكاية للآخر، يمكن تسيب في قلوبكم أثر، أو تخليكم تبصوا على حد جنبكم بنظرة مختلفة. بس قبل ما تسمعوها ما تنسوش تسموا على الرسول صلى الله تسموا الله وتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، تكتبوا لي كومنت حلو وتقولوا لي انتوا بتابعوني من اي بلد. وكمان ما تنسوش تشاركوها مع اصحابكم عشان القناة تكبر بيكم ونكبر كده مع بعض. تعالوا نشوف قصتنا بتقول ايه. في ستات كتير عاشت عمرها كله وهم فاكرين ان التعب واجب، وان الصبر فرض، وان السكوت هو الحكمة. ستات شالوا البيوت على كتفهم من غير ما يشتكوا ولا يستنوا شكرا. حكايتنا مش عن سر اتخبى ولا عن لغز هيتحل، حكايتنا عن عمر عدى واحدة واحدة من غير ما حد ياخد باله. دي حكاية ست عاشت عشان غيرها، ولما احتاجت ملقتش غير نفسها. في حكايات كتير بنسمعها ونعدي، وحكايات تانية بتدخل للقلب من غير استئذان، مش لأنها غريبة لكن لأنها شبهنا قوي قوي قوي. وحكاية النهاردة كده برضو. تعالوا نبدأ حكايتنا. حكايتنا عن ست اسمها زينب. اسمها بسيط زي حياتها بالظبط. زينب اتجوزت وهي لسه صغيرة، مش عشان قصة حب كبيرة لكن عشان ده النصيب، وعشان كل اللي حواليها قالوا ان الجواز ستر، وان البنت ملهاش غير بيت جوزها. دخلت بيتها الجديد وهي فرحانة، مش فرحة زيادة عن اللزوم، فرحة هادية، فرحة واحدة فاكرة ان اللي جاي هيبقى أحن. جوزها ما كانش وحش بس ما كانش قريب، راجل ساكت، يخرج الصبح ويرجع بالليل شايل همه معاه وسايب هم البيت عليها. في الأول زينب ما خدتش بالها، كانت فاكرة ان ده طبيعي وان الست الشاطرة هي اللي تعرف تمشي الدنيا لوحدها. حملت في أول سنة جواز وفرحت وقالت يمكن البيبي يقرب القلوب، بس القلوب ما قربتش، المسؤولية بس اللي زادت. قامت بدري ونضفت وطبخت وغسلت وهي حامل وتعبانة، بس عمرها ما قالت مش قادرة. كانت دايما تقول أو كله بيعدي. عدى الحمل وجت الولادة، وجعها كان كبير قوي، بس وجع قلبها كان أكبر لما لقيت نفسها لوحدها. ومن هنا بدأت زينب تدخل في سكة اسمها الست اللي بتستحمل. خلفت تاني وبعدها تالت، والبيت كبر والمسؤولية كبرت، وهي كبرت من غير ما تحس. سنين عدت وفي كل يوم بتصحى تلبس دور الأم، الزوجة والأخت والخدامة وحتى الدكتورة. لو حد عيان زينب، لو حد محتاج زينب، لو حد زعلان زينب، لكن لو زينب تعبت محدش كان بياخد باله. جوزها كان فاكر ان طول ما البيت ماشي يبقى كله تمام، والعيال كانوا شايفين ان امهم دايما موجودة، فوجودها بقى حاجة مضمونة. كبروا العيال واحد ورا التاني، دخلوا مدارس ودروس ومشاكل وهي تحل وتجري وتحسب وتدبر. في مرة تعبت قوي، قعدت على الكنبة وسندت راسها وقالت في سرها انا لو وقعت دلوقتي مش هيشيل، ومين اللي هيشيل؟ قامت قبل ما حد يشوفها لأنها اتعودت إن التعب يتخبى. مرت السنين والبيت بقى هادي، العيال كبروا وكل واحد بقى ليه حياته، جواز، شغل، مشاغل. زينب لأول مرة قعدت لوحدها. البيت اللي كانت نفسها يهدى هدي، وهدي زيادة عن اللزوم. التليفون ساكت والأيام شبه بعض، وهي فاكرة إن الراحة دي هتفرحها، بس الوحدة كانت تقيلة. في يوم بصت في المراية ومعرفتش نفسها، وشافت ست كبرت وهي بتدي من غير ما تاخد. ما كرهتش حد ولا زعلت من حد ولا زعلت من حد، بس لأول مرة سألت نفسها وأنا. ما كانش في معجزة ولا حد رجع يعتذر ولا الدنيا اتقلبت، بس زينب قررت قرار بسيط، قررت تسمع نفسها حتى لو متأخر،
قررت ترتاح من غير إحساس بالذنب. قررت تعرف إن التضحية اللي بتكسر صاحبها مش طاعة ولا فضيلة. ابتدت تفهم بنفسها شوية مش كتير، وابتدت تهتم بنفسها شوية مش كتير، وتفهم نفسها أكتر. ولأول مرة حست إنها عايشة مش بس بتكمل. ومع إن زينب بدأت تهتم بنفسها شوية، إلا إن الدنيا ما سابتش إيديها مرة واحدة، لأن اللي اتعود يدي مش بيعرف يبطل فجأة. في يوم من الأيام ابنها الكبير رجع البيت زعلان، قاعد وساكت، وزينب من غير ما يسأل عرفت إن في حاجة تقيلة على قلبه. عملت له شاي وقعدت جنبه وسكتت. السكات ده كان دايما طريقها، لأنها اتعلمت إن الكلام ساعات بيزود الوجع مش بيقلله. فضلت ساكتة شوية وبعدين قال: أنا حاسس إني تايه. وهو فضل ساكت شوية وبعدين قال: أنا حاسس إني تايه. زينب بصت له وشافت نفسها من سنين، بس ما قالت بس اللي تايه لسه بيدور. عدى اليوم وعدت الأيام، وزينب رجعت لوحدتها تاني. بس المرة دي الوحدة ما كانتش عدو، كانت مراية. بقت تفتكر قد ايه كانت بتجري وهي شايلة هم بكرة من غير ما تعيش النهاردة. افتكرت أول يوم جواز، وأول هدوم اشتريتها، وأول مرة طبخت واستنت كلمة حلوة وما جاتش. افتكرت الليالي اللي نامت فيها وهي بتعيط في سكات عشان ما تقلقش حد. افتكرت نفسها وهي بتضحك قدام الناس وتخبي وجعها جوه قلبها. وفي مرة وهي قاعدة لوحدها سمعت صوت ضحك من الشارع، ضحك شباب صغيرين لسه الدنيا قدامهم. ابتسمت مش من غيرة ولا حسرة، ابتسامة واحدة فاهمة إن لكل عمر وجع، ولكل مرحلة تمنها. بدأت تحب القعدة الهادية، تحب الفجر، تحب الدعاء من غير طلبات كتير. بقى دعائها بسيط: يا رب رضاك. وفي يوم تعبت تاني، بس التعب ده كان مختلف، تعب السنين مش تعب يومين. دخلت المستشفى وقعدت كام يوم. العيال جم، كل واحد على قد وقته، كل واحد بقلبه، بس طبعا الدنيا شغلاهم. زينب ما زعلتش لأنها عرفت الحقيقة بدري. الناس بتحب بس مش دايما بتفهم. خرجت من المستشفى ورجعت بيتها وقعدت في أوضتها وبصت حواليها. كل حاجة كانت شاهدة على عمر عدى. قعدت على السرير وقالت بصوت واطي: الحمد لله. مش الحمد لله على اللي بتتقال عشان لازم تتقال، الحمد لله اللي طلع من قلب تعب بس راضي. ومن اليوم ده زينب بقى أهدى، ما بقتش تجري ورا رضا حد، تجري ورا رضا ربنا بس. ولا تزعل لو حد نسي، ولا تستنى مقابل. بقت تعمل الخير عشان الخير مش عشان الناس. وبقت تقول لنفسها: اللي يعرف قيمتي أهلا وسهلا، واللي ما يعرفش ربنا يعرفه. عدت أيام وشهور وسنين بتعدي، بس قلبها بقى أخف. وفي مرة وهي قاعدة على الشباك قالت: أنا ما خسرتش عمري، أنا عشت بطريقتي. ويمكن ما كانش في نهاية كبيرة ولا مشهد مؤثر ولا دموع، بس كان في سلام. سلام واحدة عمل اللي عليه ومش شايل ذنب ولا ندم. وفي آخر العمر زينب فهمت إن أقصى حاجة مش التعب ولا الوحدة، لكن إن الإنسان ينسى نفسه. وعرفت إن اللي بيحب نفسه صح بيعرف يحب غيره صح. ومع الأيام زينب بدأت تلاحظ حاجات عمرها ما كانت بتقف عندها، زي صوت المعلقة وهي بتخبط في الكوباية، زي نور الشمس وهو داخل من الشباك الصبح، زي الهدوء اللي كان زمان بيخوفها وبقى دلوقتي بيطمنها. بقت تقوم من النوم على مهل مش بتجري. ايوه يا جماعة، بقت تقوم من النوم على مهلها مش بتجري، ولا حاسة ان في حاجات هتفلت منها. وبقت كل حاجة بتطمنها. بتصلي وتقعد شوية وتفكر مش في الناس لكن في نفسها. افتكرت الأيام كانت بترتاح فيها وهي بتتعب، وأيام تانية كانت بتتعب فيها من غير ما حد يحس. افتكرت إن عمرها ما طلبت حاجة كبيرة ولا حلمت زيادة عن اللزوم. كانت كل أحلامها بسيطة، بس حتى البسيط كان بياخد منها كتير. فمرة جارتها القديمة عدت عليها ست شبهها، شايلة عمرها على كتفها. قعدوا مع بعض من غير كلام كتير.
الكلام ما كانش مهم، الوجود هو اللي كان فارق. الجارة قالت انت دايما كنت اقوى مني. زينب ابتسمت وقالت في سرها انا كنت مستحمل اكتر بس. بعد ما الجارة مشيت قعدت زينب تفكر ان القوة مش دايما في الاستحمال، القوة ساعات انك تقول كفاية. رجع ولادها يزوروها واحد ورا التاني، مش كتير ولا قليل زي ما تسمح الدنيا. كانت تستقبلهم بقلب هادي من غير عتاب ولا حساب. اتعلمت ان العتاب لما يطول بيقلب وجع، وهي ما بقتش عندها استعداد توجع نفسها اكتر من كده. في ليلة وهي قاعدة لوحدها مسكت صورة قديمة، صورة فرحها. بصت للبنت اللي فيها وشافت قد ايه كانت طيبة وقد ايه كانت فاكرة ان الطيبة لوحدها تكفي. حطت الصورة مكانها وقالت ربنا كان شاهد. مرت الأيام وزينب بقت ملجأ لناس كتير، من غير ما تحس ستات تيجي تقعد معاها تحكي لها وتقوم أخف. زينب ما كانتش بتنصح ولا تعلق، كانت بس تسمع، والسماع كان دايما أكتر حاجة محتاجها وما لقيتهاش. كانت أكتر حاجة محتاجاها، وكلنا على فكرة محتاجين إن حد يسمعنا، بس ما بنلاقيش وبنخاف والكلام يطلع يتلون بألوان تانية. وفي مرة بنت من بناتها قالت ليها ماما انت عمرك ما اشتكيتي. زينب ردت بهدوء مش كل اللي ساكت مرتاح. الجملة دي فضلت معلقة في الجو، يمكن البنت ما فهمتهاش وقتها بس الأيام كانت كفيلة تفهمها. كبرت زينب أكتر، مش في السن لكن في الحكمة. بقت تختار معاركها وتسيب حاجات كتير تمشي من غير ما تمسك فيها. ما بقتش تزعل لو حد نسي ولا تفرح قوي لو حد افتكر. بقى ميزان عندها من جواها مش من بره. وفي آخر مرحلة من عمرها بقى الدعاء رفيقها، دعاء هادي من غير استعجال من غير شكوى بس تقرب. كانت تقول يا رب لو أنا قصرت اغفر لي، ولو أنا تعبت قويني، ولو أنا نسيت نفسي فكرني. وفي يوم وهي قاعدة بعد العصر حست براحة غريبة، مش فرح ولا حزن، راحة واحدة حاسة إنها وصلت. ابتسمت وقامت تحضر العشاء لنفسها بس. أكلت وغسلت وقعدت وسابت التلفزيون ساكت، وقالت في سرها أنا عملت اللي عليا، والكلمة دي كانت كفاية. ومع آخر الأيام زينب ما كانتش محتاجة حد يقول لها إنها كويسة ولا إنها ضحت ولا إنها عظيمة، كانت عارفة. وفي هدوء من غير وداع طويل ومن غير صوت عالي زينب سابت الدنيا وقلبها أخف. من أول مرة شالت فيها هم فضلت حكايتها مش مكتوبة ولا معروفة بس متزرعة في كل حد لمسته في سكات. وفي آخر كل حكاية نفتكر إن في ناس عاشت وماتت من غير ما تطلب حاجة غير إن ربنا يكون راضي. دي كانت الحكاية مش عن سر ولا لغز لكن عن عمر كامل اتعاش من حكايات أم العيال، حكاية زينب وحكاية كل ست استحملت وقالت الحمد لله. وفي آخر الحكاية تحب نفكر نفسنا أو نحب نفكر نفسنا ان في ناس كتير عاشت وماتت من غير ما تحكي وجعها، بس ربنا كان شايف كل نفس وكل دمعة وكل تعب. لو الحكاية دي لمست قلبك او فكرتك بحد غالي عليك ما تسيبش الاحساس يعدي من غير ما تسأل عليه او تدعيله. ولو انت واحد من اللي بيستحملوا في سكات افتكر دايما ان ربنا ما بينساش ولا بيضيع تعب حد. لو حابب تسمع حكايات تشبهنا وتحكي عن ناس عاديين بس قلوبهم كبيرة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل حكاية جديدة أول ما تنزل. واكتبولي كومنت حلو منكم وتصلوا فيه على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش ما تنسوش ايه ما تنسوش تشتركوا يعني لما تشتركوا في القناة شاركوا الفيديو ده مع اصحابكم عشان القناة تكبر كده ونكبر مع بعض. ودي كانت حكايتنا النهاردة من حكاية ام العيال، ونتقابل قريبا جدا في حكاية جديدة يمكن تكون من غيرنا ويمكن تكون عنا كلنا. سلام، دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلامة.